السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة باللحمة المفرومة في الفرن زي اللي بنجيبها من المحلات. هنجيب اول حاجة حلة على النار، هنحط فيها سمنة او زيت. بعد كده هننزل بالبصل. احنا هنعصج اللحمة الاول. نشوح البصل. اهي البصلايه اصفرت معانا، هننزل باللحمه المفرومه. ونحط لها بقى شويه ملح وفلفل اسود سنه صغيره وشويه من البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها تقلبتين كده ونسيبها على جنب، ونبتدي بقى نعمل الصلصه. ودلوقتي هنجهز مع بعض الصلصه. هنجيب حله نحط فيها زيت. على الزيت اهو ننزل بالبصلايه. اول ما تصفر هننزل عليها بعصير الطماطم. معانا كيلو، هنحط كيلو طماطم على نص كيلو مكرونه. والمفروم اللي عملناه ده ربع كيلو. اول ما تصفر اهو هنزل بعصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عارفين اي عصير طماطم بحط له سنه سكر، سنه كده صغيره. هنسيبها بقى تتسبك وبعد كده هرجع لكم تاني. وقربت الصلصه تتسبك اهي، هننزل عليها بمكعبين ماجي.
وشويه كده لما تقرب تتسبك اكتر من كده هننزل عليها باللحمه المفرومه. انا ما حطيتش اللحمه المفرومه من الاول لان لما بتغلي كتير مع الصلصه طعمها بيغير، ما بتبقاش حلوه. فانا هحطها ايه قبل ما تقرب تسبك كده، ما احطهاش ما تقعدش كتير. يعني هسيبها تغلي معاها كده بتاع 5 دقايق بس، عشان لسه طبعا هتكمل سواها في الفرن. لما بتغلي كتير قوي بتغير طعمها، ما بيبقاش ليها طعم. خلاص الصلصه قربت تتسبك اهي، هننزل باللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها تكمل تسبيك كده وهنطفي عليها. وبعد كده هنسلق المكرونه، هوريكم هنسلقها ازاي. ممكن نحط لها شويه بابريكا، شويه بهارات تاني، ولو عايزه ملح هنزود لها. خلاص كده هنسيبها تتسبك. حطيت لها كمان شويه كمون وشويه كزبره ناشفه، مش هتقلها قوي، هسيبها عشان لسه هتخش الفرن. كفايه عليها كده، انا هطفي عليها. هنسلق بقى المكرونه. خلاص كده بقت جاهزه معانا الصلصه. سلقنا المكرونه اهي نص سلقه وحطينا عليها زيت. وبعد كده هنرص طبعا اللحمه المفرومه في الصينيه، وبعد كده فوقها المكرونه وهندخلها الفرن وهوريكم هنعملها ازاي. دلوقتي هنحط فلفل اسود، فلفل اسود نحطه كده. بعد كده ننزل بالصلصه. وهنغطيها بحاجه كده وندخلها الفرن. ده شكلها بعد ما استوت. احطها كده في الطبق. وده الشكل النهائي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.